مساء الخير على ابطال الثانويه العامه. هقول لكم النهارده ان شاء الله اول 30 يوم في السنه نعمل فيهم ايه. اول ايام كده لما تبدا مذاكره لازم تعمل حاجات مهمه تلتزم بيها ان شاء الله عشان تكمل بقيه السنه صح، علشان تضمن انك تستمر في السنه مذاكره وحل ومراجعه والكفاءه اللي انت عايز تكون بيها طول السنه. مهم جدا تعمل وتطبق الافكار اللي هقول لك عليها دي والبلان اللي انا هقولها دلوقتي. خطه بجد في منتهى العبقريه وهتعجبكم ان شاء الله. بصوا يا شباب، دلوقتي انا بادئ السنه، لازم عندي جول كده لازم احققه، عندي هدف لازم اوصل له، عندي حلم انا بامن بيه، عندي حلم انا عايزه اوصل له. مش ماشي في السنه كده وخلاص. لو انت ماشي في السنه كده وخلاص فانت عايز تنجح وخلاص، فده مش الفيديو بتاعك اصلا، ده مش مكانك في الفيديو. شوف انت رايح تعمل ايه. ولكن انت دلوقتي لو عايز ان انت فعلا توصل لحاجه انت نفسك فيها وتوصل لحلم انت عشت عمر تحلم بيه وعشت تآمن بالفكره ديت كتير علشان توصل للمكان ده، فالفيديو ده ان شاء الله هيفيدك. اولا كده انا خلاص اول حاجه عملتها في حساباتي ان انا حطيت الهدف بتاعي، حطيت انا عايز اوصل لايه، انا شايف نفسي فين، انا شايف اهدافي فين، شايف قدراتي توصلني لفين، واعمل ايه عشان اوصل للمكان ده. ده لازم اكون عارفه قبل ما اعمل اي حاجه في حياتي، مش من بدايه ثانويه عامه بس، بدايه اي حاجه في حياتي. انا عايزه اوصل لفين، انا فين اصلا دلوقتي وعايزه اروح فين، عشان ابقى عارفه انا ماشيه في انهي محطه، ابقى عارفه انا ماشيه في انهي طريق، مش ماشيه كده مع الناس وخلاص، مش ماشيه مع التيار كده، لا. انا عندي حلم انا عايزه اوصل له، عندي حاجه انا مؤمن بيها، وعندي مكان شايفه نفسي ما ينفعش الا في الحته دي وما لقيش الا في المكان ده، فانا عايزه اوصل للحته دي. وبالتالي انت اول حاجه عندك لازم تحدد انت عايز تعمل ايه وعايز تكون ايه وشايف نفسك فين. دي اول حاجه تعمل. الهدف لازم يكون معروف، لازم تكون عارف انت عايز ايه من نفسك في السنه دي وعايز ايه في الوقت ده وتوصل لايه ان شاء الله. لو ربنا وفقنا باذن الله وكملنا بالخطه دي ان شاء الله ربنا هيكرمكم وهتوصلوا للي انتوا عايزينه اكتر كمان. فاول حاجه احنا عرفنا احنا عايزين ايه من السنه وبادئين السنه ديت ليه وعايزين ان شاء الله نوصل ليه، وهو مرحله تحديد الهدف. تاني مرحله عندنا وهي مرحله اعداد الخطه الجيده، بمعنى انه دلوقتي انا عندي 7 مواد صراحه، عندك 7 مواد في السنه. ال7 مواد دول انا بروح فيهم 7 دروس، تمام، سواء اونلاين او على الارض او اوفلاين. انا مش مشكلتي دلوقتي ولا قصتي انت بتروح اونلاين ولا اوفلاين ولا بتروح فين. موضوعنا انه لازم احط خطه محكمه للدروس وتنظيم وقتي في الموضوع ده، انه مش هقضي طول اليوم في الدروس ولا هقضي طول اليوم في البيت، ولا كل الدروس هاخدها اونلاين ولا كل الدروس هاخدها اوفلاين. انت لو عملت كده ميكس ما بين كل الحاجات دي ده افضل حاجه بالنسبه لي. انه تاخد اونلاين مع اوفلاين، بالنسبه لي بفضل اونلاين. مواد التخصص العلميه والادبيه في مدرسين رائعين جدا. اللغات بفضل انها تكون على الارض او اوفلاين، لان اللغات محتاجه متابعه ومحتاجه حد يتابعك. انت ذاكرت النحو المره دي، ذاكرت الجرامر، اكدت على الفوكاب ديت، مش عارفه عملت ايه. واللغات اثناء الحل بتاعها بيكون في اكتر من اجابه تمشي، فاحنا على اي اساس استبعدنا الاجابه دي واخترنا دي، فمحتاجه حد يتابعك وحد يعرفك تمشي ازاي. لكن العلميه هي معلومه هتحل على اساس الجمله، هتحل على اساس السؤال. دلوقتي انا عرفت هروح عند مين دروس، عرفت حددت انا هعمل ايه. هسيب لكم ان شاء الله برده لينك تروح اونلاين ولا اوفلاين. لو اونلاين هتروح عند مين، سايبه لك افضل مدرسين انا جربتهم وغيري جربهم وبنصحكم بيهم جدا، فهسيب لكم برده لينك الفيديو في الديسكريبشن ان شاء الله. خلاص دلوقتي انا حددت دروسي هعمل فيها ايه وحددت جدولي هيمشي ازاي. احط بقى البلان بتاعتي ان دلوقتي انا عندي دروس كل يوم مثلا، وتخلي دروسك الصبح يا اما مثلا من بعد العصر كده بالليل مثلا، مش كل شويه هطلع انزل درس وبعدين اطلع تاني اغير هدومي واقعد اذاكر واطلع انام وانزل تاني درس. الدربكه دي مش هتنفع. لازم ابقى عارفه دروسي مثلا من 9 ل1 مثلا، او مثلا دروسي من 5 ل8، اي حاجه. المهم يكون الدروس ورا بعضها، او على الاقل الدروس يكون في بينها فاصل كويس، يعني مثلا في اول النهار واخر النهار، بحيث الفتره في النص دي ذاكر، مش كل شويه نازل طالع رايح الدرس مش عارف ايه. وزي ما قلت الاونلاين والاوفلاين مع بعض احسن حاجه. يعني تاخد مثلا درس اونلاين في الماده دي وبعدين مثلا تاخد درس اوفلاين في الماده الثانيه، ما تاخدش كل المواد اونلاين ولا كل المواد اوفلاين لاسباب كتير يعني مش موضوعها دلوقتي. وبالتالي موضوع ان انا اميكس ما بين الدروس الاونلاين والاوفلاين ده افضل حاجه من وجهه نظري. وبعدين بقى هتكتب مواعيد الدروس اللي عندك، مواعيد ان انا دلوقتي هذاكر. تحدد بقى المواد، مثلا انت عندك عربي، عندك مثلا درس عربي سبت وثلاث، السبت وثلاث انا هذاكر عربي. يوم الجمعه ويوم الاثنين بالليل انا هقرا بس الموضوع اللي انا اخدته قبل كده ومفروض هراجع عليه بكره عند المستر، او اللي انا اخدته الحصه اللي فاتت اليوم اللي قبلها على طول هقرا الحاجه تاني. الحاجه تتذاكر 4 مرات، الماده تتذاكر 4 مرات، الحصه هتتذاكر مرتين، والماده نفسها تتذاكر 4 مرات في الاسبوع. مره لما اخدها من الدرس مثلا اجي من الدرس على طول اخد اذاكر الحاجه اللي انا هاخدها، والمره الثانيه قبل ما اروح الدرس
برضو اكون مذاكرها تاني، ابتدي ذاكرتها مرتين على مدار مثلا حصتين في الاسبوع، فكانت ذاكرتها 4 مرات. عمرك ما هتنسى الحاجه دي، عمرك ما تيجي كده تقول للناس اللي انا خدته، عمرك بجد. في الذاكره طويله المدى، وبالتالي خلاص انت خلاص حفظت الحاجه وعرفتها، فانت ان شاء الله مش هتنساها. دي اكتر حاجه انا بنصح بيها، اكتر حاجه انا بحبها جدا، انه انت الحاجه تراجع عليها اكتر من مره. دايما بقول انه المعلومه لو انت مش مذاكرها كويس مش غلط خالص ولا تزعلك اصلا. الغلط فعلا او اللي يزعلك بقى انه المعلومه ديت انت تذاكرها مره واحده بس كويس جدا وما تبصلهاش تاني، لا انت هتنساها اكيد حتى لو ذاكرها كويس جدا. ولكن انت لو ذاكرها حتى مذاكره خفيفه كده ورجعت عليها مره واثنين وثلاثه مش هتتنسى حتى لو مذاكره خفيفه، فاهمين؟ بس ابص عليها واتابع والكلام ده كله. فدايما ده اللي برجح بيه وده اللي بنصح بيه وده اللي بيمشي وده الصح. تمام. فكده انت عملت خلاص البلان اللي هتعملها، حددت مواعيد الدروس بتاعتك، حددت مواعيد المذاكره، حددت مواعيد النوم. لازم تعمل خطه. تالت حاجه الالتزام. مفيش خطه بتنجح من غير التزام. مش هلتزم اول يوم ولا 2. انا حتى في عنوان فيديو قايله ايه؟ قايله التزام اول 30 يوم، خطه اول 30 يوم. انت اول 10 ايام لو ظبطوا بقيه الشهر يظبط معاك. انت لو جربت اول اسبوع انك تلتزم فعلا هيظبط بقيه الشهر معاك. دايما كده حتى يعلمونا ان لما تحب تلتزم على الصلاه التزم بس اول يومين، اول ما تسمع الاذان قوم صلي، بعد كده بقى الاسبوع لوحدك. وبالتالي الالتزام بيكون بس صعب في اول فتره، اول ساعه، اول يوم، اول اسبوع، ده بس اللي صعب. بعد كده الموضوع سهل جدا ان شاء الله. رابع حاجه يكون في favorites، او يكون في كل مادة يكون ليها كده حاجة خاصة بيها، حاجة مفضل ان انت تعملها في المادة دي. يعني مثلا مادة الانجليش يفضل ان كل يوم مثلا احفظ لي حوالي 10 كلمات، 20 كلمة، اخليهم 10 كلمات عشان التزم. الانجليش هو لغة، هو عبارة عن بحر وعبارة عن كلمات. لو انت مش شاطر في الانجليش قوي نفسك من اول سنه. الانجليش ماده مهمه جدا ولغه اساسيه جدا، محتاجه ان انت تقويها من اول يوم، محتاجه ان تقويها كفوكابلري، كجرامر، كنوت، ككل حاجه، كبراكتس، ككل حاجه. محتاجه ان انت الانجليش ده بيشتكوا منه كتير جدا في ثانويه عامه، مش صعب ولا حاجه، ولكن هو محتاج زي ما قلت ان يكون عندك كلمات كتيره جدا، يكون عندك برضو انه انت بتحب تراجع كل فتره على كلمات، تحب ان انت. هبقى اوريكم حاجه حلوه جدا عاملاها الانجليش، كنت عامله كده لسته كده كنت كاتبه فيها يعني هبقى اوريها لكم احسن عشان برضو مش تسكوش كده، هبقى اوريها لكم ان شاء الله. ما هتعجبكم جدا برضو في الانجليش، كانت فكره عبقريه للانجليش برضو، هوريها لكم ان شاء الله في فيديو. ماده العربي مثلا محتاج تحل قراءه متحرره كتير، فكل ماده ليها حاجه معينه محتاج انت تكررها او تفضلها في الماده دي عشان تنجح في الماده دي، تجيب الدرجه اللي انت عايزها كمان. اخر واهم نصيحه بجد، ما تعودش نفسك على الصياح. ما تعودش نفسك على الصياح من جهتين اتنين، ان انت ما تصحش ولا تسمع لحد بيصيح ده اللي هو بيقعد يوجد مشكلات ويختلق عيوب لاي موقف بيكون في سنه فيها كذا، ده سنه صعبه، ده مش عارفه، ده الصحاب مش عارفه ايه، ده المذاكره الماده دي صعبه جدا، المدرس ده مدرس اي كلام، ده الشرح ده ما فهمتوش، ده الماده دي صعبه، ده الاسئله دي صعبه، ده بيجي اسئله هلفه، طب بص عند الحصه اللي فاتت. الكلام ده كله بجد بيدمر بالمعنى الحرفي. انه دلوقتي انت عندك تسمع لكلام سلبي وعمال تسمع لكلام يموت في ارادتك كل يوم ويموت في عزيمتك كل يوم ويفقدك رغبتك اصلا انت تكمل في السنه دي. الكلام نفسه، قراءه الكلام ده، السماع للكلام ده، اي حاجه لها علاقه بالصياح او لها علاقه بالذكر مساوئ، اي حاجه بتحصل قدامك ما تسمعهاش وما توقفش مع الشخص اللي بيعمل كده ولا تسمع له. تمام؟ صديق، قريب، جار، اي حد بيقلقك من اي حاجه، اي حد بيخليك ما تتحركش وما تكملش وبيخوفك على طول دايما في تشتيت، ابعد عنه لمصلحتك قبل اي حاجه. ابعد عنه عشان ما تدمرش نفسك انت في الاخر. هتلاقي نفسك في الاخر مش قادر تذاكر وما عندكش رغبه لده، فبلاش من الاول. وبس كده، ان شاء الله تكون نصايح النهارده عجبتكم باذن الله. تحياتي، اسراء عادل.